في الكورة أسوأ مشكلة ممكن تتمنى إن يكون عندك فريق فيه لعيبة كتير قوي لدرجة إنك مش عارف تستخدمهم كلهم، وده بالظبط اللي حصل في ريال مدريد. امبابي، فينيسيوس، بيلينجهام، برايم دياز، أردا جولر. على الورق الأسماء دي لوحدها كفاية تخلي أي دفاع يقلق، لكن في حاجة غريبة، كل واحد من اللعيبة دي تقريبا أثبت نفسه مع المنتخب وإنه قادر يقدم مستوى ضخم لما يتحط في الدور المناسب. امبابي سجل 10 أهداف مع فرنسا في كأس العالم وخد الحذاء الذهبي. فينيسيوس قدم واحدة من أحسن بطولاته مع البرازيل. بيلينجهام رجع لنسخة ريال مدريد الأولى مع انجلترا. برايم دياز بقى واحد من أهم صناع اللعب في المغرب. أردا جولر رغم مشاكل تركيا في البطولة كان عنده هو كمان لحظات وضحت إمكانياته. يعني لما كل واحد خرج من ريال مدريد كل واحد فيهم عرف يبقى أحسن. وهنا بقى المشكلة الحقيقية، لأن السؤال مش إن ريال مدريد عنده مواهب كفاية، ده سؤال إجابته واضحة جدا، إنما السؤال الصح إيه اللي بيحصل لما كل لاعب محتاج مساحة ودور مختلف يتحطوا كلهم في نفس الفريق. لما تبص على آخر موسمين هتكتشف إن ده مجرد سؤال نظري. ريال مدريد كان عنده لعيبة قادرة تحسم ماتشات لوحدها، ومع ذلك الفريق ما قدرش يحول الكم ده من الجودة للنجاح اللي الناس كانت متوقعة. وده خلانا نروح لكأس عالم 2026 لأنه مهم جدا عشان البطولة قدمت لنا كاختبار عملي فعلا للعيبة دي. نفس اللعيبة، نفس القدرات، لكن أدوار مختلفة، وفجأة كل واحد طلع نسخة أقرب من اللي الناس كلها كانت مستنيها منه. وده يخلينا نرجع لريال مدريد ونبص على الموضوع من زاوية مختلفة. يمكن المشكلة مش إن عندك 6 لعيبة كبار، يمكن المشكلة إنك بتحاول تخلي ال6 يلعبوا بأفضل شكل في نفس الوقت، ودي نقطة أصعب بكتير من شكلها على الورق. لأن أفضل نسخة من امبابي مش بالضروري تحتاج نفس المساحات اللي أفضل نسخة من فينيسيوس محتاجها، وأفضل نسخة من بيلينجهام مش بالضروري تقدر تظهر لو مشغول بإنه يغطي المساحات اللي ورا اللعيبة دي. وإبراهيم دياز نفسه أثبت إن دوره بيغير مستواه. يعني الموضوع مش تجميع مواهب، الموضوع بقى هندسة فريق كامل حوالين المواهب. وأول لاعب بيكشف المشكلة دي هو امبابي. في كأس العالم فرنسا ما حاولتش تخليه يعمل كل حاجة، ديشامب حط حواليه لعيبة مستعدة تعمل الشغل الأصعب واداله مهمة واضحة: خليك في المكان اللي تقدر تسجل منه. مفيش نجم تاني طول الوقت عايز نفس المساحات على الشمال، ومفيش جدل مستمر حوالين هل هو مهاجم صريح ولا جناح. هو كان نقطة التركيز الأساسية في الهجوم، والنتيجة 10 أهداف والحذاء الذهبي، واحدة من أقوى البطولات الفردية تهديفيا للفترة الأخيرة. لكن الغريب إن مبابي أصلا كان بيسجل مع الريال، حتى خلال الموسمين اللي الفريق محققش فيهم النجاح المتوقع كان قادر يجيب الحذاء ده. لكن المشكلة هل الريال يقدر يديه نفس الظروف من غير ما ياخد من المساحات اللي اللعيبة التانية محتاجاها؟ لأن اللاعب اللي على الناحية التانية اسمه فينيسيوس، وفينيسيوس في كأس العالم مع البرازيل كان مثال تالي لنفس الفكرة. رجع يشتغل مع أنشيلوتي وكان عنده الحرية الأكبر على الناحية الشمال، مساحات كبيرة يستلم فيها ويواجه الظهير ويهجم عليه مرة ورا التانية من غير ما يكون طول الوقت مضطر يفكر مين موجود جنبه وهيتحرك في نفس المساحة. وفجأة شفنا النسخة مختلفة منه. خلص البطولة ب4 أهداف وأسيست في 5 ماتشات، وسجل في ماتشات ال3 بتوع البرازيل في دور المجموعات. لكن الأرقام لوحدها مش أهم حاجة هنا، الأهم الظروف اللي خلت الأرقام دي تحصل. كونيا كان بيتحرك في العمق ويشغل قلب الدفاع، وده كان بيدي فينيسيوس مساحة أكبر على الجنب، والنتيجة كانت بسيطة 1-1. ودي البيئة اللي فينيسيوس بيكون أخطر فيها، وده يخلينا نشوف نفس المشكلة من زاوية تانية. لما مبابي وفينيسيوس الاتنين يكونوا محتاجين مساحة على نفس اليمة، السؤال مين فيهم أحسن؟ مين هياخد المساحة ومين هيغير طريقته عشان التاني؟ لو الاتنين اضطروا يغيروا دورهم هل الاتنين هيفضلوا بنفس القوة؟ وهنا بندخل على لاعب تالت بيخلي المعادلة أصعب، وهو بيلينجهام. لأن بيلينجهام رجع كمان بنسخة مع انجلترا شبه النسخة اللي شفناها في أول موسم ليه مع الريال. سجل 7 أهداف وصنع هدف في 8 ماتشات، وكان عنده الحرية إنه يظهر داخل منطقة الجزاء في الوقت المناسب بدل ما يودي جزء كبير من مجهوده في حاجات تانية. وده مش صدفة، انجلترا استخدمته تقريبا في المكان اللي خلاه يتألق قبل كده، وهو رقم 10. حرية هجومية ودخول مستمر لمنطقة الجزاء. وفوق ده كله عندك هاري كين مش بس مهاجم بينزل يستلم، هو كمان صانع لعب ممتاز، وده بيساعد بيلينجهام يتقدم من غير ما الفريق يفقد الرابط اللي بيربط الهجوم ببعض. ودي نقطة الريال لازم يفكر فيها، لأن مبابي بيحب ينزل هو كمان، لكن مش بنفس جودة هاري كين. ولو بيلينجهام اضطر يرجع باستمرار عشان يغطي المساحات اللي ورا مبابي وفينيسيوس هتخسر جزء من أهم حاجة فيه، وهي قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء. لكن لو هتفضل متقدم وريال مدريد خسر الكورة هتظهر مشكلة تانية: مين هيرجع ومين هيغطي؟ وهنا فجأة المشكلة اللي شكلها هجومية جدا من البداية تتحول لمشكلة توازن.
وده خلينا نفهم ليه ريال مدريد مش محتاج بس يحدد مين اللي هيلعب، هو محتاج يحدد ازاي كل لاعب هيلعب. وابراهيم دياز بيدي مثال اوضح على النقطه دي. مع ريال مدريد دوره ما كانش ثابت، مره يبدا مره ما يلعبش، مره يبقى دوره محدود، وطبعا في جزء من المسؤوليه عليه، ودايما كان بتتوجه له انتقادات بسبب ان هو كان بيغلط في الثلث الاخير، وان هو دايما بيحب يراوغ وما يبصيش السهل. بس ازاي تطلب من اللاعب انه يكون ثابت في مستواه هو نفسه مش عارف دوره هيكون ايه في الماتش الجاي؟ وده بالظبط اللي عمله مع المغرب. هناك دياز بقى واحد من اهم صناع اللعب، واتشال من عليه القيود وادت له حريه اكبر في ان هو يتحرك، والنتيجه ظهرت في الارقام. 4 تمريرات حاسمة في كأس العالم، وده خلاه متعادل مع المركز الثاني بين أكتر اللعيبة صناعة للأهداف. والمغرب وصل لربع النهائي، وفي ماتش كندا بالتحديد قدم واحدة من أفضل ماتشاته، أسيستين. المهم إن عمل ده من غير ما يسجل، لأن دوره ببساطة ما كانش متوقف على التسجيل، كان مطلوب منه يصنع، ولما تحدد دوره ظهر تأثيره. وبعدين عندك جولر، والحالة هنا مختلفة شوية، لأن أردا أصلا كان عنده موسم كويس مع ريال مدريد وقدم مستويات كويسة تحت قيادة تشافي ألونسو واربيلو، لكن في تركيا الفريق نفسه ما كانش في افضل حالاته، عشان كده صعب تحط مشكله المنتخب كله عليه. كان في مشكله تكتيكيه اكبر، وماتش امريكا كان واضح ده فيه. حتى وسط الاداء الجماعي السيء جولر قدر يعمل لحظات توريك امكانياته، وده مهم لانك لما تجمع الحالات دي كلها تلاقي ان في نمط واضح جدا. امبابي يحتاج محور هجومي واضح، وفينيسيوس يحتاج الناحيه الشمال ومساحته، وبلينجهام يحتاج الحريه عشان يدخل الصندوق، ودياز يحتاج دور ثابت وحريه اكبر، وجولر احتاج استخدام مناسب لامكانياته. فالمشكله مش ان اللعيبه مش قادره، المشكله ان افضل نسخه من كل واحد فيهم محتاجه ظروف معينه، وده الجزء اللي بيخلي ريال مدريد قدامه اصعب تحدي. لانك لو بصيت لكل واحد هتقول ايه؟ امبابي لازم يلعب، فينيسيوس لازم يلعب، بيلينجهام لازم برضو يلعب، دياز محتاج فرصه، اردا امكانياته واضحه، وغيرهم من المواهب. بس الكوره مش بتتلعب بالطريقه دي، مش كل ما تزود الجوده الفريق تلقائيا بيبقى احسن. احيانا المشكله الحقيقيه بتبدا لما يكون عندك عدد كبير من اللعيبه، كل واحد محتاج يكون مؤثر بطريقته، وده بالظبط الاختبار الحقيقي للريال. هل هيقدر يعمل منظومه تخلي مبابي وفينيسيوس ياخدوا افضل مساحات ليهم؟ هل بلينجهام هيفضل قادر يدخل الصندوق؟ ولا دياز هيبقى قادر انه ياخد دوره ويثبت نفسه؟ ولا جولر اللي هيستخدم في مكان يطلع امكانياته فعلا؟ هل بقى كل ده هيحصل من غير ما الفريق يفقد توازنه لما الكره تضيع؟ لان لو الاجابه لا، حتى لو عندك مجموعه من احسن مهاجمين العالم هتفضل عندك مشكله. وعشان كده بعد كل اللي شفناه في كاس العالم انا مش شايف ان السؤال الحقيقي عن ريال مدريد هو مين افضل لاعب، بس هل ريال مدريد هيقدر يخليهم كلهم في احسن مستوياتهم من غير ما كل واحد فيهم يبقى سبب في تقليل تأثير التاني؟ لان اللي شفناه مع المنتخبات كشف حقيقة مهمة جدا، الموهبة موجودة والارقام موجودة والقدرة على التأثير برضه موجودة، لكن كل لعيب ظهر بافضل شكل ليه مع الفريق ومتهيأ له الجودة الصح. وده معناه ان مستقبل ريال مدريد مش هيتحدد بعدد النجوم اللي موجودة في التشكيلة، اللي هيحدد هو قدرة الفريق على التوازن في ادوار. لان اسهل حاجة انك تجمع كل المواهب في فريق واحد، الاصعب بكتير انك تخليهم يلعبوا كلهم في فريق واحد. وده الاختبار الحقيقي لمورينيو، مش انه يختار مين اللي يبدا، لكن انه يكتشف ازاي يخلي كل واحد منهم يوصل لافضل نسخه ليه من غير ما الفريق يخسر نفسه. ساعتها بس المشكله اللي كانت شكلها في البدايه مشكله وفره مواهب ممكن تتحول لاكبر نقطه قوه عند ريال مدريد. بس لو فشل فهنعمل فيديو تاني كمان سنه يحننا ويحييكوا ربنا ونكشف كل الاسماء دي كانت عظيمه وكل واحد لوحده، لكن الفريق نفسه مره تانية ما كانش عظيم بالقدر الكافي. في كاس العالم نفس نجوم ريال مدريد ظهروا بشكل مختلف تماما، الادوار كانت اوضح وكل لاعب كان عارف مطلوب منه ايه، لكن اول ما يرجعوا لريال مدريد الصوره بتتعقد، وده التحدي اللي مستني مورينيو، ازاي تجمع كل النجوم دي من غير ما واحد منهم يلغي التاني. لان المشكله مش جوده اللعيبه اصلا، المشكله ان ريال مدريد كان عنده بالفعل تركيبه ناجحه، بلينجهام وفينيسيوس ورودريجو كانوا منسجمين مع بعض في موسم 23-24. الفريق كسب الدوري الاسباني وكسب دوري الابطال، وفوق ده كسب برشلونه في السوبر. المنظومه كانت شغاله، وبعدين وصل امبابي. الغريب ان ارقامه كانت ممتازه جدا، سجل 42 هدف في كل البطولات، منهم 15 في دوري الابطال، وبقى الهداف للخمس دوريات. ومع ذلك ريال مدريد خرج في الموسم ده من غير ولا لقب باستثناء السوبر، وده خلق مشكله غريبه جدا، ازاي فريق عنده مبابي وفينيسيوس وبلينجهام مش بيكسب، خصوصا ان الاهداف قبل مبابي كانت متوزعه اكتر. يعني عندك فينيسيوس كان مسجل 24 هدف وبلينجهام 23، ورودريجو كان بيساهم في كل ده. بعد وصول مبابي بقى طبيعي ان الشكوك، خصوصا ان الفريق اللي سابه اتحسن بعد ما مشي، لكن في نفس الوقت تحميله المسؤوليه مش بالبساطه دي، لان مشكلته الاساسيه كانت انه بيعمل بالظبط المطلوب منه. عايزني اجيب اجوان هجيب اجوان، عايزني اجيب اجوان اكتر هجيب اجوان اكتر. لكن بالنسبه لبعض الجماهير كان جزء من المشكله، لان مبابي وفينيسيوس بيلعبوا في نفس المكان تقريبا، الاثنين بيقدموا نفس المجهود الدفاعي صفر، وهنا الموضوع بيتحول من مشكله هجوميه لمشكله تانية، لان
لانك مش بتتعايش مع نجم واحد مش بيدافع، لكن عندك اتنين بيعملوا ده في نفس الوقت. ساعتها الفريق بيطلع عينه، وخط الوسط بيشيل مجهود اللي هو المفروض يعملوه اصلا، والباكات بتفضل مضغوطه ورا، مفيش حد بيرجع يساعد معاهم، والجناح التاني لازم يرجع يدافع. معلش نسيت ان ريال ما عندوش جناح من ايام جاريث بيل، ولو الضغط ده اتكسر المساحات بتظهر في الوسط. عشان كده المشكله مش ان مبابي او فينيسيوس لاعب وحش، المشكله ان الاتنين محتاجين يتحدوا في نفس المنظومه، ومن غير التوازن ده قوه واحد منهم ممكن تتحول لمشكله للتاني، وده بالظبط اللي عمل مشكله بين جماهير الريال. قسموا الفريقين، فريق مع فينيسيوس وفريق مع مبابي. انصار مبابي عندهم حجه واضحه، الراجل بيجيب لي جوان وخد الحذاء الذهبي وكان هداف الدوري الابطال، فازاي يبقى هو المشكله؟ والناحيه التانيه انصار فينيسيوس شايفين ان الصوره مختلفه. قبل مبابي ريال كان بيفوز بدوري الابطال، وفينيسيوس كان اهم سلاح هجومي للفريق وسجل في النهائي مرتين، وبعد وصول مبابي بقى مطلوب منه يضحي بالدور اللي خلاه واحد من احسن لاعيبه العالم. لكن المشكله اكبر من الاثنين، لان الريال نفسه بيفقد نوع معين من اللاعبين، لعيب يقدر يتحكم في ايقاع الماتش، النوع اللي كان بيمثله توني كروس ولوكا مودريتش. النادي حاول يلاقي الحل ده في جولر، لانه بيقدر يستلم بين الخطوط ويقدر يتحكم في الريتم، لكن عنده مشكله بدنيه وكمان مش قوي دفاعيا. وفي اي فريق تاني ممكن المخاطره دي تكون مقبوله، لكن في ريال مدريد عنده بالفعل مشكله دفاعيه بسبب مبابي وفينيسيوس، ولما تضيف عليهم لاعب مش قوي دفاعيا فده بيزود مشاكل الفريق. ودي من الاسباب اللي خلت عوده مورينيو مهمه، لانه من اول الحاجات اللي لاحظها حسب المصادر ان الفريق اكتسب عادات سيئه، والغريب ان تشافي الونسو قال نفس المشاكل دي قبل ما يمشي. فمورينيو مش داخل يصلح لاعب واحد، هو داخل يحاول يصلح طريقه تشغيل المجموعه دي كلها، وعشان كده التعاقدات الجديده ممكن تكون هي الحل. برناردو سيلفا تحديدا ممكن يكون من اهم الاضافات دي، يقدر يدي الريال تحكم اكتر في الكوره، يقدر يستلم تحت ضغط ونادرا ما بيخسر الكوره، وده نوع مختلف تماما والريال كان محتاجه. وبعدين عندك تشاوميني، يا تشاوميني لاعب لسه صغير نسبيا ولسه محتاج وقت عشان يتطور، لكن عند الريال كمان اضافه مهمه على الجناح اليمين، لاعب سريع وقوي في المواجهات الفرديه وبيرجع يدافع. في الخمس دوريات يمين يامال كان الوحيد اللي خلص الموسم بمراوغات ناجحه اكتر من ديوميندي، واول موسم ليه في البوندسليغا سجل 12 هدف وصنع 8 في 33 ماتش. لكن الاهم للريال انه مش بيشتغل بالكرة بس، هو كمان بيشتغل من غيرها. الموسم اللي فات عمل مواجهات ثنائيه اكتر من اي لاعب تاني في الدوري الالماني، وده ممكن يغير شكل الفريق كله، لان وجود لاعب نشيط على اليمين بيجبر دفاع الخصم انه يحترم الجبهه دي، وساعتها مبابي وفينيسيوس وبلينجهام ممكن يلاقوا مساحات اكبر، لان الخصم مش هيركز الضغط عليهم هم بس. لكن هي ترجع المشكله الاساسيه، وهي ان الكرة مش مجرد تجميع احسن لعيبه في كل مركز،